شاء الله. يلا بينا على المطبخ نشوف الكشري الجميل ده عملناه ازاي. وقبل ما نروح ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير ليوصل لكم منا كل جديد من اشعارات وصفات المطبخ. يلا بينا على المطبخ نشوف طريقة كشري الحلة بطريقة جميلة جدا وسهلة، وكمان الصلصة بالثوم بطريقة جميلة جدا ان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا. حطيت حلة على البوتاجاز، هحط معلقة سمنة، كده تمام، وهحط معلقة زيت. انا بستخدم زيت ذرة عشان بيقلل الكوليسترول. ودلوقتي هحمر الشعرية الاول. اشوحها تديني اللون البني المحمر. ودلوقتي هسلق العدس بالكبة اهو. العدس ده نوع حلو جدا. وهحط نص معلقة ملح بالطعم العدس كده تمام، وهقلبها. هسيبها بس تغلي غلوة كده، يعني لمدة 10 دقايق، نص سوا، مش هسلقه سوا كامل، لانه هيكمل سواه مع الشعرية والرز والمكرونة. يلا نشوف الشعرية اتحمرت ولا لسه. كده الشعرية اتحمرت معانا كده تمام، اللون البني المحمر جميل. وهنا معانا كيلو رز. ياخد بس كده تشويحة، يشرب السمنة عشان يبقى مفلفل كده تمام. الحلة الواحدة جميل جدا وكمان موفر وبيطلع طعمه حلو جدا كده تمام. نسيبه بس دقيقتين او 3، وبعد كده نحط عليه المكرونة. دي المكرونة الصغيرة كده تمام. شايفين الرز شرب الزيت. الخطوة دي مهمة جدا لنجاح الكشري الحلة الواحدة. شايفين ما شاء الله مفلفل وجميل جدا. هبتدي اعمل عليه بالمكرونة. ودلوقتي هحط المكرونة وهقلبها. هحط نوع واحد بس من المكرونة. اللي حابة تعمله بأسباجيتي جميل براحتها. انا عملت قبل كده بمكرونة أسباجيتي، مكرونة صغيرة خالص. انا بس هسيبه ان هو يتشرب من الزيت والسمنة، ياخد تشويحة بسيطة
هدية النار عليه. بعد كده انزل بالعدس بجبة، واحط مقدار المية بتاعته والتوابل، مش هنحط غير ملح وهنحط مكعب مرقة عشان طعم الكشري وهيبقى جميل جدا معاكي. ودلوقتي هعمل الصلصة بتاعت الكشري بطريقة جميلة جدا وان شاء الله هتعجبك. هقلبها، شايفين ما شاء الله كده. المكرونة كمان شوحت معايا ما شاء الله. الطريقة دي جميلة جدا لكشري الحلة، هيعجبك جدا وكمان موفر ووجبة مغذية كلنا بنحبها. دلوقتي هنحط العدس بجبة، هو طلع وصفيته كويس. هبتدي احطه على الرز والشعرية والمكرونة يكون كويس جدا، وبعدين احط مقدار المية وقلبهم كويس. الله جميلة. ودلوقتي ابتدي احط المية كده تمام. شايفين شكله جميل ازاي. هحط مقدار المية كده تمام. المية تكون مغطية الرز والمكرونة، يعني مقدار عقلة كده، شايفين ده اهم حاجة. ما تكون المية كتير ولا قليلة عشان ما يطلعش ناشف معايا او ني او يتهري معايا. تمام. ابتدي احط التوابل بتاعتنا. انا مش هحط غير الملح والفلفل واتنين مكعب مرقة. لو حابة شطة براحتك زي ما تحبي. الملح بتحطيه حسب راحتك انتي كده تمام. وهحط الفلفل وهحط المكعبين المرقة، هكسره عشان يدوبوا على طول. هفتح التانية هكسرها كده عشان المية اقلبها كويس، وبعد كده هغطيها كده تمام. ما شاء الله الريحة جميلة جدا وكمان طعمه بيطلع حلو جدا ان شاء الله كده تمام. اول ما يبتدي يغلي معايا ابتدي اهدي النار عليه واحط الشياطة عشان يستوي براحته. ودلوقتي هنعمل الصلصة بطريقة جميلة جدا ان شاء الله هتعجبكم باذن الله كده تمام. حطيت معلقة زيت وهعملها بتوم، مش هعملها ببصل. معلقة ثوم مفروم بتدي طعم جميل جدا للصلصة. هشوحها كده تشويحة بسيطة، وبعد كده هنزل عليها معجون الطماطم، صلصة الطماطم اللي موجود عندك بتبقى جميلة جدا جدا جدا.
كده تمام. ابتدت اهي انها تتشوح. هحط معلقه خل ودي مهمه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه الخل دي بتخلي الصلصه بجد تحفه، طعمها جميل جدا جدا جدا. وهبتدي انزل بصلصه الطماطم. ابتدي احط الصلصه وهحط واحده حبهان ورق لوري، وهحط مكعب مرقه، وهحط فلفل اسود. الكشري مش محتاج توابل كتيرة علشان طعمه ما يتغيرش معانا. وهحط الملح وهقلبها. هتغلي غلوتين كده بتبقى طعمها جميل جدا، وكمان لما بتحطيها على الكشري بيبقى طعمها حلو جدا ان شاء الله. وهنا دي شطة، دي قرون فلفل انا نشفتها وضربتها. لو حابة تحطي حطي، انا هحط مش كتير كده. يعني لو في اطفال ومش عايزة تحطي شطة براحتك، ما تحطيش زي ما تحبي. وكمان الكشري اتشرب ما شاء الله. ايه الريحة دي وايه الجمال ده، شايفين ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شايفين الجمال ده والحلاوة دي ما شاء الله. شايفين جميل جدا حلو جدا. شايفين أكلة جميلة جدا، وكمان الأطفال بيحبوها. شوفي دلوقتي طبق الكشري بكام. انتي عملتي ما شاء الله حلة في البيت، واجمل من بره واطعم من بره، وكمان ضامنه نظافته، وكمان بتلمي الاطفال والعيله، بيبقى لمه جميله جدا مع اكله الكشري. ودلوقتي هقدمه مع الصلصه. ودلوقتي هنقدم الكشري. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله بجد حاجة تفتح النفس. شايفين جميل جدا حلو جدا، وكمان مفلفل. ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي. جربيه بنفس الطريقة هيطلع معاكي جميل جدا وحلو جدا ان شاء الله. لو حابة تحطي عليه بصل براحتك. انا عندي البنات مش بتحب البصل، فعشان كده ما عملتش. ودي الصلصة الجميلة بتاعتنا، جربيها بجد والله ريحتها في منتهى الجمال. شايفين الجمال الحلاوة دي. جربيها ان شاء الله هتعجبك بإذن الله. وده كان فيديو النهاردة. يا رب الوصفة تعجبكم ان شاء الله. وما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير ليوصل لكم منا كل جديد من إشعارات وصفات المطبخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.